واندايركت مجموعهم يساوي التوتال. ايه الاسباب اللي بتعلي الصفرة التوتال، قصدي الصفرة الدايركت، وايه الاسباب اللي بتعلي الصفرة الاندايركت؟ علشان تكون مركز في القصة، الصفرة المباشر اللي هي الدايركت دي بتطلع اصلا منين؟ بتصنع منين؟ من الكبد، يبقى بتطلع بشكل مباشر من الكبد، يبقى بتزيد لو حصل انسداد مراري او التهاب كبدي. خلاص عشان ما تنساش، يبقى الصفرة الدايركت اللي بتسمى مباشر بتطلع مباشرة من الكبد وبسبب امراض الكبد. امال الاندايركت بقى الغير مباشرة، هي غير مباشرة ليه؟ علشان مش الكبد اللي مطلعها، امال بتزيد لما يحصل تكسير في الدم. كلنا سمعنا عن شخص عنده انيميا الفول، لما حصل تكسير في الدم عينيه اصفرت والبول بقى غامق وحصل فيه انيميا، وبالتالي ارتفع معايا البيليروبين توتال، بس لما جيت اشوف الدايركت ولا الاندايركت هو اللي عالي، لقيت الاندايركت هو اللي عالي، فعرفت ان عنده تكسير في الدم. خلاص، يبقى انت لما تعمل تحليل صفرة توتال في المعمل ولقيته عالي، هنا هتعرف السبب؟ مش هتعرف. امال تعرف امتى؟ لما تعمل الدايركت وتعرف الدايركت كام والاندايركت كام، هنا هتقدر تحدد المشكله في الكبد فعلا ولا بره الكبد. الحته دي مفهومه ولا تهتوا معايا؟ تمام، واضحه؟ لا انا مش عارفه الفرق بين الدايركت والاندايركت. مش يعني هو واضحه احنا يعني. بنعمل التوتال على الجهاز؟ لا لا. هي الفكره ان مش انا عارفه. معمليا بشتغل في المعمل عندي التوتال وبشتغل الدايركت، تمام؟ بس انا عندي بشخص تمام. المرض او بشخص ارتفاع الصفرة منين؟ لما اعرف قيمه التوتال، قيمه الدايركت هي اللي عاليه اكتر ولا قيمه الاندايركت هي اللي عاليه اكتر؟ ازاي؟ هي الاندايركت كده بتطرح الدايركت التوتال من الدايركت بتطلع الاندايركت. ايوه بالظبط كده، بطرحهم من بعض يطلع لي النوع الثالث اللي هو الاندايركت. تمام. هو إيه الفرق بقى بين التوتال والدايركت؟ مش بين التوتال والدايركت، الفرق بين الدايركت والاندايركت التوتال ده مجموع الاثنين، يبقى ده ما تقارنهوش بحاجه. تمام، يبقى انا يعني بقارن احنا في المعمل بنشتغل دايركت، وتوتال. بنشتغل دايركت وتوتال. ايه الفرق بقى؟ يعني ايه توتال ويعني ايه دايركت؟ دايركت انا بشتغل بايديا، وتوتال بتاع اجهزه ولا لا دعك؟ لا، الاثنين بتشتغليهم بايدك وعلى الجهاز، الاثنين نفس الشغل ما فيهمش مشكله، بس ده مثلا طريقه شغل معينه وده طريقه شغل معينه، في النهايه يطلع لك رقمين. دايما رقم التوتال اكبر من الدايركت عشان لما تطرحي الدايركت من التوتال يديك الاندايركت، مظبوط؟ تمام. يبقى انا بكلمك على المعمل بنشتغل كيماويات للتوتال وكيماويات للدايركت، بس بطرحهم من بعض يطلع لي الاندايركت، مش مستاهل اشتغل نوع ثالث كمان، فما صنعوش كيماويات له، لان لما اطرح ده من ده بيديني النتيجه الثالثه، فانا كده مش محتاج اشتغله. تمام، بس انا طب بقول اللي هو تشخيصيا او طبيا بقى. الايه؟ يعني اه اللي انا في هي المعمل ما عنديش طريقة اشتغل بيها اطلع الاندايركت على طول؟ لا، ما عنديش طريقه بشتغل بيها الاندايركت على طول، لا. تمام. طيب طالما هو الاندايركت مش يعني لسه هنشتغل ونجيبه، ازاي بنعرف التوتال اصلا؟ مش المفروض التوتال ده مجموعهم؟ فانا ازاي اصلا هجيب الاندايركت وانا اصلا مش معايا التوتال يعني؟ او انا قصدي مش عارفه افهم السؤال ولا لا. هو تركيب كيميائي قصدك صح؟ ان مش التوتال انا مجموع بشتغل كيمياء؟ الاثنين يعني هو كده. مش انا بشتغل كيمياء؟ بشتغل كيمياء. الطبيعي ان المركب بتاع التوتال ده اللي هو مجموع الاثنين مع بعض وهما ماسكين في بعض بقراه بكيماويات معينه، والدايركت بقراه بكيماويات مختلفه. خلاص، مش دي قصتي بقى، انا قصتي ان انا بقول مم. لكم واقع اهو. انا بشتغل عندي كيماويات بتكشف لي قيمه التوتال وكيماويات بتكشف لي قيمه الدايركت، لما اطرحهم من بعض يديني الاندايركت، فمش مستاهل اخترع كيماويات ثالثه اعمل بيها الاندايركت، فاهمين؟ اه تمام واضحه. هي مش صعبه خالص، هي تمام كده. يبقى انا بقول لا لكم تمام تمام واضحة. تمام، يبقى انا بقول لكم عمليا بشتغل ايه، ولكن تشخيصيا انا بدور على ايه. خلاص، الدكتور في العياده مش عارف انا بشتغل ايه، ملوش دعوه، بس انا في الاخر بديله ثلاث قيم، بديله البيليروبين توتال وبديله الدايركت وبديله الاندايركت. فانا لو كتب الارقام بتاع الدايركت والاندايركت مجموعهم مختلف عن التوتال يبقى انا اصلا شغال غلط، صح؟ يبقى طبيعي ان انا ايه، اكيد. مجموع التوتال مجموع الدايركت والاندايركت يساوي التوتال، يبقى دي حاجه انا بكتبها بتكون مظبوطه في الريبورت. طب الدكتور لما يجي يشخص بيشوف لو لقى التوتال عالي يبص بعينه بسرعه مين اللي عالي بقى، الاندايركت ولا الدايركت، عشان يعرف السبب في الكبد ولا بره الكبد. فلو لقى الدايركت هو اللي عالي يبقى السبب جوه الكبد وغالبا بسبب انسداد مراري. تمام، لكن لو لقى الاندايركت هو اللي عالي يبقى هنا السبب مش في الكبد ولكن براه، يعني بسبب على الاشهر تكسير في الدم. خلاص كده واضحه؟ واضحه تمام. هو طيب، يعني ايه بيليروبين؟ صفرة، انا بقول صفرة. عارفين الطفل لما اه. يتولد ويقولوا جاله الصفرة؟ اه
الصفرة اللي هي اي طفل البيليروبين بقى عنده صفرة بس بنسب مختلفة. بنسب مختلفة، المفترض ما تعديش 10.2 زي ما شرحنا امبارح. لكن لو عدت من ده تمانية معناه ونص ان عنده مثلا. مشكلة او تكسير بزيادة، فنشوف المشكلة فين. خلاص بس نسب النورمال تمام. طبعا لازم نبقى حافظينها، هي موجودة في البي دي اف بص، هو ولا؟ مش لازم تبقى حافظها، بس مع الممارسة هتحفظها. ولكن انت في المعمل بيكون عندك برنامج، البرنامج ده بتكون مبرمج عليه النورمالات بتاع التحاليل دي كلها. تمام. وعشان كده قلت لك من البيانات المهمة في البري اناليتيكال فيز انك تسجل سن المريض، وضربت لك مثال بالصفر. قلت لك المريض ده لو سنه 3 ايام وانت سجلته 3 شهور، هتلاقي النورمال بتاع الشهور بتاع ال3 شهور لحد 1.2 بس، لكن بتاع ال3 ايام لحد 10.2. تمام. يعني مع الممارسة وانت بتشوف التطبيق، مع مع الممارسة هتحفظ النورمال مع عشان تعرف الممارسة تشخص هتحفظ بعد كده. النورمال غصب عنك، ولكن مش عايزك تحفظ حاجة، لأن اوريدي الأرقام موجودة. بس تعود عينك بقى لما تشتغل على الأرقام دي، عشان يبقى ذهنك حاضر وأنت اه شغال، فتاخد بالك إن دي مش نورمال. فلما مش هتستنى لحد ما تقعد على الجهاز وتبدأ تسجل بعدين تتفاجئ إيه ده عالية. فاهم؟ انا بتكلم بس عشان لو مثلا انت بتشتغل على جهاز كيميائي او بتشتغل على اي حاجه في المعمل، لو لقيت ان النسبه غير طبيعيه انت مستحيل تبقى كده، فانت تعرف تمام. ان انت شغال غلط او في حاجه غلط في الموضوع. تمام. ما أنت برضو عندك أوبشن إن أنت تسجل على الجهاز بتاعك الريفرنس بتاع التحليل عشان ما تنساش. يبقى أنت بتقول له الطبيعي بتاع الكرياتينين مثلا لحد 1.4، فلما يطلع عالي يقول لك هاي، يبقى انت تاخد بالك ان هو عالي لحد ما انت تتعود على الارقام برضه. كل حاجه بتتسجل على الاجهزه بحيث ان هي تنبهك يعني. تمام. خلاص كده مفهوم الانزيمات والصفرة، ان شاء الله تكون مفهومه. طيب، بالنسبه بقى للحاجه اللي اسمها البيومين دي، الالبيومين ده عباره عن بروتين نسبته في الجسم من 3.5 جرام لحد 5.5 جرام. الشغله الاساسيه بتاعته طيب البطاريه شكلها عايزه تفصل. انا هطفي المايك كده عشان اوصل الشاحن، فقولوا لي الصوت واضح ولا ايه؟ ايوه واضح. طيب تمام. طيب انا بقول دلوقتي الالبيومين عباره عن بروتين مسؤول بشكل اساسي عن الاوزمولاريتي بتاع الدم. يبقى الدم ده عباره عن سائل ماشي جوه مواسير اللي هي العروق يعني. اللي بيحافظ على مسار الدم ده ووجود السوائل جوه المواسير دي هو وجود الالبيومين. لو قل بسبب ان الكبد مش بيصنعه بنسبه كافيه، هتلاقي الميه دي تهرب من الاورده ومن الشرايين وتطلع في الانسجه، فتعمل لي ايه؟ تتحوش في البطن، فتعمل لي الاستسقاء. عارفين انتوا مرض الاستسقاء؟ سمعتوا عنه اكيد صح؟ ده عباره عن ان بتاع اللي هو غشاء البريتوني تقريبا او البلازمي بيتملي ميات ايوه وبيروحوا يفرغوها. ايوه بالظبط كده. الميه دي جايه منين؟ هي بلازما طالعه من الدم بسبب ان مفيش البومين يربطها جوه الدم، فبتتحوش فين؟ في الفراغات. اشهر فراغ بيتحوش فيه هي البطن، ساعات احيانا يعني على الصدر، وطبعا في الرجلين بتورم الدنيا كلها. تمام. طب الالبومين ده اصلا ممكن تصنيعه قل، وممكن يكون بيتصنع كويس بس بيقع في البول بسبب ان الكلى فيها مشكله فبتوقع الالبومين ده في البول. كلتا السببين بيؤدوا لنفس النتيجه، ان الجسم بيورم. طب بيقع في البول امتى؟ لما الكلى تضرب، زي الحامل اللي حصل لها تسمم حمل، ديت الكلى عندها بيحصل فيها مشكله وبتوقع، او زي حد عنده فشل كلى. خلاص. طبعا غير ان البروتين بتاع الالبومين ده بيرتبط بهرمونات كتير، آه، بهرمونات كتير او اجسام مضاده وخلافه. خلاص. طيب احنا عندنا بقى ايه بتعمل وظائف الكبد ليه؟ اول حاجه عشان تكتشف المشاكل اللي حاصله في الكبد زي السيروزس او التليف، او ان انت تعمل او تتابع الادويه اللي بياخدها مريض الكبد عشان تعرف هو بيتحسن ولا لا، او كمان عشان تعرف سبب ارتفاع الصفرة او الهمدان المستمر اللي بيحس بيه البيشنت. تمام. او ان الشخص ده اصلا بياخد كحوليات وانت عايز تطمن او تشوف الكبد بتاعه ضرب ولا لسه. دي كلها اسباب بتعمل بيها ايه؟ تعمل عشان وظائف الكبد. طيب كيس ستادي قدامك اهو. مفترض ان انت عندك حاله باسم فوزيه احمد سالم، طالع عندها الجي او تي 863 والطبيعي ما يعديش 37. وعندك كمان
الجي بي تي طالع 258 والطبيعي ما يعديش 41. وعندك كمان البيروبين توتال 10 و7 عالي جدا، المفروض ما يعديش 1 و2. والدايركت طالع 6 و16 من 100، المفترض ما يعديش 25 من 100. وعندك الاندايركت كمان عالي، طالع 4 شويه. طب الحاله دي عباره عن ايه؟ حد يخمن معايا كده. لما تلاقي الانزيمات عاليه بتاعه الجي بي تي والجي او تي، ده معناه ان في ايه في الكبد؟ التهاب. في التهاب في الكبد طالما الانزيمات عالت. تمام كده زي الفل. طيب لما اروح بعيني والاقي التوتال عالي، قلت لك لازم تبص على طول على الدايركت والاندايركت تشوف مين فيهم عالي اكتر. فلما تلاقي الدايركت هو عالي الدايركت اكتر، هنا عالي اكتر، فهنا الانزيمات يبقى الداخليه هي يبقى فيها الكبد هو اللي فيه انسداد مشكله. داخلي. كويس جدا. يبقى الكبد هو اللي فيه المشكله، فبالتالي طلع او زود الصفرة المباشر. يبقى كده مفيش تكسير في الدم، ما اروحش افكر بدماغي في حته بعيده، لا انا عندي فيه التهاب في الكبد واضح قدامي اهو. طب التهاب الكبد ده عمل انسداد مراري؟ عمل انسداد مراري. ازاي؟ مفترض ان الاوعيه المراريه ماشيه جوه الخلايا بتاعه الكبد او جوه النسيج بتاع الكبد، فممكن تيجي من جواها حصوه تسدها، او تيجي حاجه تضغط عليها من بره زي الخلايا بتاع الكبد لما تلتهب وتورم تقوم ضغط على الايه، على الاوعيه المراريه دي، فتقفلها برضه فتعلي لي الصفرة. نفس النتيجه. او لو حصل ان القناه الصفراويه دي بعد ما بتطلع من الكبد بتروح تعدي من الهيد اوف بنكرياس، راس البنكرياس، بتعدي من وسطها، فلو حصل كانسر في البنكرياس او تورم بيضغط عليها برضه ويعمل نفس المشكله. يبقى احنا بنشوف الصفرة الدايركت عاليه فين؟ في امراض الكبد والبنكرياس كمان. خلاص. وكذلك حصوات المرض. طيب الحاله اللي تحتها على طول، الجي او تي عالي والجي بي تي طالع 22، ده يقول ان الالتهاب في الكبد ولا براه؟ بره الكبد. بره الكبد. طيب براه. كويس. ليه؟ ان الاي اس تي عالي، الاي اللي اس هو تي الجي او هو تي اللي عالي. عالي مش الاي ال تي، صح؟ واحنا قلنا الاي ال تي هو خاص بالكبد. لكن لو لقيت الاي اس تي هو اللي عالي يبقى مش الكبد اللي التهب. طب انزل بعينك بقى تحت شويه، شوف الصفرة طالعه كام؟ 13 و6. ده معناه ان التوتال عالي، لازم ابص بسرعه على الدايركت والاندايركت واشوف مين فيهم اعلى اكتر. فلقيت ان الدايركت اعلى شويه من الاندايركت، يبقى هنا في انسداد مراري ولا مفيش؟ في انسداد مراري. في انسداد مراري. طب في هنا انسداد مراري بس مش جوه الكبد، براه. يبقى مين اللي عامل انسداد بره الكبد؟ هيد اوف يبقى هي بنكرياس. البنكرياس صح كده؟ او اه صح، هو البنكرياس. يبقى احنا كده ايه؟ فرقنا بالانزيمات ان الانسداد المراري حاصل بره خلايا الكبد، فما حصلش التهاب في خلايا الكبد، ولكن حصل في الهيد اوف بنكرياس، ضغطت على العصاره الصفراويه او القنوات الصفراويه، فعلت لي الصفرة الدايركت اكتر من الاندايركت. كده مفهومه؟ الدنيا نورت معاكم كده؟ تمام. ممكن بس ممكن يا دكتور حضرتك بعد إذن تلخصها؟ حضرتك تعيد الفرق بين الجي او تي والجي بي تي مع جميل. حضرتك؟ الجي او تي او الجي بي تي، او لو سميناهم بالطريقه الافضل اللي انت مش هتنساها، الاي ال تي والاي اس تي يعني. الاي ال تي فيها حرف ال في النص اهو، خاصه بالليفر اللي هو الكبد، يبقى ده مور سبيسيفيك بالكبد، يعني بيطلع بسبب التهاب الكبد فقط، او بنسبه 99.9 يعني. امال الاي اس تي لا، بيطلع من الكبد ومن الطحال ومن البنكرياس ومن الرئه ومن القلب ومن عضلات الجسم وكل حاجه. يبقى لو في واحد فيهم بس هو اللي زاد، لازم تفكر هو الالتهاب ده بسبب الكبد ولا بره. فتبص بسرعه، لو ال تي هو اللي زايد يبقى التهاب بسبب الكبد، الارتفاع ده بسبب التهاب كبدي يعني. طب لو الاي اس تي هو اللي اه عالي، لا يبقى الكبد تمام، لكن في حاجه غيره هي اللي ملتهبه. خلاص. تمام. بس انا بقى عايزك ما تنساش ان طب والجزء بتاع الدايركت والاندايركت، الايه. الجزء بتاع الدايركت والاندايركت يعني امتى يبقى البنكرياس هو السبب يعني وليه؟ لان مش عارفه الفرق ما بينهم. طيب احنا دلوقتي رحنا للبنكرياس ان هو ساعات بيعمل انسداد مراري، صح؟ فقلنا ان الدايركت هو صفرة مباشره بتطلع من الكبد بشكل مباشر بسبب انسداد مراري، لان القنوات المراريه ماشيه جوه الكبد. عشان ما تنساش، هي تحشيشه كده عشان ما تنساش. مش الهدف ان هي مش بتطلع غير بسبب مرض في الكبد، لا الهدف ان انت بيحصل انسداد مراري. تمام، ده الفرق يعني. فالانسداد المراري ده كان بسبب التهاب في الكبد فضغط على الاوعيه، او بسبب ان حصوه في المراره سدت الاوعيه الصفراويه فعلت الصفرة، او بسبب ان البنكرياس التهب او حصل فيه ورم في الهيد اوف بنكرياس فضغط على القناه الصفراويه. ده كله بيعلي الايه؟ الصفرة المباشر او الصفرة الدايركت. تمام.
طب الغير المباشر بعيد عن الكبد خالص والهيصه دي، براها زي تكسير الدم. يبقى الاندايركت بيليروبين بيعلى بسبب ايه؟ تكسير في الدم على الاشفار. تمام؟ الحاجه تمام. اللي انا عايز انبه عليها ان الجي بي تي والجي او تي، بقول ان الجي او تي لو علا لوحده مش شرط يكون بسبب التهاب، ولكن ممكن بسبب سحب العينه بطريقه خاطئه. ليه؟ لان الجي او تي موجود بتركيزات عاليه جدا 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 جوه خلايا الدم الحمراء، فلو عينه اتكسرت مني بتعلي الايه؟ الجي او تي وما بتعليش الجي بي تي. يبقى انت تخلي بالك من لون العينه، لو محمر يبقى هي متكسره، يبقى هي علت الجي او تي بسبب تكسير في الدم مش بسبب اي حاجه ثانيه. خلاص؟ يبقى دي حاجه فنيه برضو ايه، خلي بالكم منها. طيب هنا كده نظرة سريعة على أجهزة الكيمياء. عندك جهاز على اليمين وجهاز على اليسار أو على الشمال، الاتنين من شركة مندري، وهي من الشركات الصينية المشهورة جدا في العالم كله، وبتعمل أجهزة من أقوى الأجهزة في العالم، ومنتشرة برضه في السوق المصري. الفرق بين الجهازين إن في جهاز أوتوميشن وجهاز سيمي أوتوميشن. الجهاز اللي على اليمين ده سيمي أوتوميشن، يعني نص أوتوماتيك. الجهاز اللي على الشمال هو جهاز أوتوماتيك أو فول أوتوميشن. الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم إن الجهاز الأوتوميشن بحط جواه الريجنت وبحط جواه العينه واتك على الزرار، يقوم بخلطهم ببعض ومطلع لي النتيجه وخلاص من غير ما اتدخل انا بنفسي. يبقى مجرد ما انت بتحطه تقول له ستارت هو بيشتغل على طول. امال السيمي اوتوميشن، لا ده انا بجيب الكيماويات واحط كميه من ار1 على كميه من ار2 واجيب السامبل احطها على الكيماويات واقوم مدخلها على الجهاز يسحب العينه، وبعد ما تدخل العينه يقراها ويطلع لي النتيجه. يبقى انا عملت نص الشغل والجهاز عمل النص التاني. خلاص؟ يبقى ده الفرق بين الايه؟ الجهاز الاوتوميتد والسيمي اوتوميتد. تمام كده مفهوم الليفر؟ تمام، مفهوم. جميل. تمام. حد عنده أسئلة في الجزء ده؟ ايه اغلب معلش بس الاخطاء الجزء بتاع اللي إيه؟ في السحب يعني؟ اغلب الاخطاء الشائعة، يعني ممكن الناس تطلع اخطاء بسبب مثلا حاجات تانية او توقعات مختلفة. سحب العينة يعني قصدك ولا في وظائف الكبد؟ لا، يعني هي ممكن تطلع التحليل، تطلع وهي بتسحب، بتطلع النتائج، ممكن تكون النتائج مش مظبوطة بسبب ان هي عملت حاجة غلط. تمام. غير ممكن يعني زي مثلا الجي او تي، الدكتور حضرتك قلت ممكن تضغط، يعني ممكن تسحب العينة بطريقة خاطئة. تمام. زي ايه بقى؟ الدكتور ذكرهم يا شهد، أنا مش قلتهم في موجودة في الجزء أول بتاع قلتهم في الجزء بتاع سحب العينات. بس سريعا أهو، أنا اه. ربطت التورنيكيه فترة طويلة، ده يغير لي بعض النتائج زي الجي او تي والبوتاسيوم والال دي اتش، أو إن أنا خبطت على المكان اللي بسحب منه برضه عملت هيموليسيس، أو إن أنا سحبت بعنف فالدم دخل متدفق، أو إن أنا شلت السن قبل ما اشيل التورنيكيه فده يعمل هيماتوما او يعمل زرقان في المكان اللي سحبت منه. طب لو فضيت في التيوبه بشكل عنيف برضه بيعمل كده، بيعمل تكسير في الدم. طيب لو انا ما قلبتش العينه كويس في التيوبه اللي فيها ماده مانعه للتجلط، الدم هيتجلط بنسبه حتى لو بسيطه، ده ياثر على النتائج. تمام. طيب لما ادخلها في السنتريفيوج قبل ما تتجلط او هي ما عليهاش ماده مانعه للتجلط، السيرم بتاعي يتحول لماده لزجه مش هيبقى سائل فيطلع لي نتائج غلط، لان البابيتا مش هتسحب كميه كافيه، او ان هو ممكن يسد لي تمام. الجهاز وهكذا. تمام. فبراجعها تمام. برضو تاني تمام. عشان ما تنساش. خلاص كده. دكتور حضرتك قلت لو الجي او تي عالي مش شرط ان الغلط يكون، يعني المريض يكون مهم. عنده غلط، المشكلة ممكن تبقى في السحب بتاعي. ازاي اعرف بقى انه المشكلة اصلا كانت في السحب لو لقيته اولا عالي؟ انا قلت ايه بقى؟ خلي بالنا لو العينه نفسها السيرم بتاعي بدل ما يبقى اصفر وشفاف فانا لقيته محمر، ده معناه ان العينه متكسره، صح؟ فانا عرفت المشكله اه. على طول. عرفت المشكله ان ايه العيب مني انا. الحاجه التانيه، لو انا بسحب ولقيت ان انا غبت قوي في السحب لان العروق رفيعه. طب العروق لو رفيعه، ده بيخلي فيه صعوبه في السحب، صح كده؟ طيب لو في صعوبة في صح. السحب ده معناه ان هو ممكن يعلي الحاجات اللي بتعلى بسبب تكسير في العينات، تكسير في الايه، في العينة. دي كلها اسباب. طب لو انا رجيت التيوبة بعنف، لو انا مثلا طالع لي عينة من تحت مع حد من الشباب الجدد اللي لسه بيتدربوا في التمريض يعني، والميس تحت قالت له بقلب العينة وانت طالع، فطلع عادي يرجها بعنف كده، ده برضه بيكسر لي العينة وهكذا. غير ان انا بكون واخد تاريخ مرضي كويس من البيشنت وببقى متوقع النتائج، الراجل مش بيشتكي من اي حاجه وطالع عنده جي او تي بس ولا عالي، لا هو مش بيشتكي من حاجه، فلا عنده تكسير في الدم ولا عنده التهاب في المراره ولا عنده التهاب في البنكرياس ولا الكبد فيه مشكله. يبقى هنا المشكله فين على الغالب؟ المشكله في الغالب ان انا ايه، ان حصل تكسير في العين.
يبقى اسحب عينه تانية الاول واشوف الدنيا فين. خلاص. طب وانا لما اسحب العينة عشان اعمل وظائف الكبد، تمام. احطها في انهي تيوب، انهي لون يعني هحط فيه احنا العينة؟ قلنا الوظائف تعتبر من تحاليل الكيمياء، وتحاليل الكيمياء ودلالات الاورام والهرمونات بتتحط في انبوبه من 3: الحمراء او الصفراء او الخضراء، على حسب المتوفر عندي. هو تمام. اصلا الدكتور ذكر فوق كل تيوبة خاصة بإيه، خاصة بتحليل إيه؟ في المحاضره الاولى انا كنت قايل تقسيمات يعني كده التحاليل. يا دكتور تحليل الصفرة الدايركت ممكن يبقى سببه الكبد أو البنكرياس. يعني البنكرياس برضو من لما تبقى دايركت، الاندايركت لما يبقى ايه سببه بقى؟ لا الاندايركت العكس، انت عكستيهم. الدايركت تبقى جوه عند الكبد، لكن الاندايركت تبقى خارجي، تبقى ايوه. البنكرياس او اي حاجه. طيب الاندايركت يا شباب عشان ما ننساش تمام. على الاشهر بسبب تكسير في الدم، خلاص بعيد خالص عن الكبد. امال الدايركت اللي بيعمل انسداد مراري، ممكن الكبد اللي يعمل انسداد مراري او حصوه في المراره او الهيدو في بنكرياس حصل فيها انفلاميشن. تمام. دي ببساطه يعني. فخليكم بس احفظوا الحاجه عشان السهله كده ان ايه؟ الاندايركت ده بيعلى بسبب تكسير في يا الدم. شباب بعد إذنكم إحنا عددنا كبير، لو كل واحد يسأل سؤال إحنا كده خلاص الفجر. ممكن الدكتور يخلص شرحه واللي عنده سؤال يكتبه ونسأل في الآخر، عشان بجد كده مش هنخلص. طيب هو تمام، عموما، شكرا لحضرتك وهنكمل. عفوا. طيب هو عموما السلايد فتحت اهي بتحمل اصلا بقالها شويه، فيلا بينا نتكلم على وظائف الكلى. طبعا الكلى مسؤولة بشكل أساسي عن تخليص الجسم من السموم. بنعمل لها يعتبر وظيفتين أساسيتين في المعمل: الكرياتينين واليوريا، دول اللي بينطلبوا بشكل روتين وبشكل مشهور. بس في حاجتين أنا ضفتهم أهو، حاجة اسمها بان وبانكريات ريشيو. إيه هو البان وإيه البانكريات ريشيو؟ البان يعني يعتبر بلاد يوريا نيتروجين، يعني النيتروجين المرتبط باليوريا، يعني البان ده جزء من اليوريا. تمام. طب البان على الكريات ريشيو ده معمول معادله بين النتيجه بتاعه البان واقسمها على النتيجه بتاعه الكريات. خلاص كده. مم. طيب الكرياتينين واليوريا، طول ما في عضو واحد بيتطلب له اكتر من وظيفه ده معناه ان الوظيفتين مختلفتين عن بعض. يعني ايه؟ يعني للاسف في بعض المعامل، ومش بعض، في كتير من المعامل دايما بيمشوا التحاليل مع بعض. يعني ممكن يشتغل اليوريا ويضرب الكريات او العكس. طالما ده طبيعي يبقى ده طبيعي. او ان هو لما يشتغل الاثنين ويلاقي واحد فيهم مرتفع حاجه بسيطه يقوم مرجع اللي طالع عالي شويه ده للنورمال عشان ما يجيبش نفسه صداع ويطلعهم زي بعض. يقول لك يا عم هما كده كده بيمشوا مع بعض. هل الكلام ده صح؟ طبعا مش صح. ليه؟ لا. مظبوط كده صح. مش صح خالص. ليه؟ لان المفترض هما مصدرين مختلفين للناتج النهائي للبروتين. يعني كرياتينين ده ناتج عن تكسير او اعاده بناء العضلات بتاعه الجسم. تمام. امال اليوريا تعبر شويه عن البروتينات الخارجيه، اكل وشرب وكفاءه كبد وهكذا. تمام. يعني ايه برضو تاني؟ يعني انا مثلا الفرق في الريفرنس بتاع الكرياتينين بين الراجل والست بيكون في فرق. ليه؟ لان الكتله العضليه بتاع الراجل اكتر شويه من الكتله العضليه بتاعه الست. فبتلاقي النورمال بتاع الكرياتينين في الميل لحد 1.4، لكن في الفيميل لحد 1.1 بس. تمام. ليه؟ عشان في فرق في الكتله العضليه. تمام. على الجانب الاخر، مفترض لو انا واحد مش بروح الجيم وعايش حياتي طبيعي، فالنورمال بتاع الكرياتين بتاعي لحد 1.4. لكن لو انا بشيل حديد او بجري او بلعب ضغط او كذا وكذا وعندي مجهود عضلي فظيع، الطبيعي ان انا بلاقي الكرياتينين عندي اعلى شويه من الناس اللي في سن. يعني ممكن اطلع 1.5 واطلع 1.6 واكون طبيعي ما عنديش مشكله في الكلى برضه. خلاص. يبقى انت تفهم السورس بتاع المنتج ده عشان تعرف ايه العوامل اللي بتاثر عليه. طب اليوريا احنا قلنا بتيجي من الاكل والشرب. يبقى الناس الفيجيتيريان اللي مش بياكلوا بروتينات هيبقى عندهم اليوريا دي مرتفعه ولا منخفضه دايما؟ تكون منخفضه. منخفضة طبعا. منخفضه اكيد. طيب اللي بياكلوا لحوم كتير بقى وبيعملوا كيتو دايت، عارفين انتوا الكيتو دايت معتمد على الدهون والبروتينات؟ سمعتوا عنه؟ لا مش عارفة. تمام. لا. في نظام تخسيس كده اسمه الكيتو. مفترض ان هو بيمنع النشويات ويقضيها بروتين بشكل اساسي ودهون برضه. فبتلاقي ان هو بياكل دهون وبروتينات كتير، فبيعمل ايه؟ بيعلي عنده اليوريا شويه احيانا. تمام. طيب الحاجه الاهم بقى ان الدكاتره لقوا
ان لما يقيسوا نسبه النيتروجين المرتبطه باليوريا دي بتديهم مؤشر احسن عن اني اقيس اليوريا كرقم كبير. النورمال لحد 45 مثلا في اليوريا، لكن البن لحد 22. طيب الكريات لحد 1.4. كل ما الريفرنس بتاعي بقى اقل كل ما كان بيكشف لي المشكله اسرع. يعني تخيل حد حصل عنده مشكله في الكلى، مين اللي بيرفع اسرع، الكريات ولا اليوريا؟ كريات، لان الزوم بتاعه ضيق لحد 1.4. فلو بقى 1.6 عندي هنا مؤشر خطر ان في مشكله. لكن اليوريا، تخيل ان انا طبيعتي طول عمري بيبقى اليوريا 20 او 22، لو حصل عندي مشكله في الكلى هتوصل 28 او 30. كده انا حسيت بحاجه؟ ما حسيتش بحاجه لانها ما زالت نورمال. فقال لك طيب يبقى النيتروجين المرتبط باليوريا يديني مؤشر احسن لانه بيكون 22 بس. طب قال لك بقول لك ايه، انت عندك دلوقتي مشكله عويصه. احيانا في مشاكل بتحصل في الكلى تعلي لي الوظائف مع بعض وما عنديش مشكله، بس بشوف في المعمل ساعات الكرياتينين يعلى لوحده من غير اليوريا، او العكس اليوريا تعلى لوحدها من غير الكرياتينين. فانا عايز حل للمشكله دي. فقلنا له والله بص، انت عندك وظائف الكلى دي بتعلى بسبب يا اما مشكله في الكلى نفسها، يا اما مشكله قبل الكلى، يا اما مشكله بعد الكلى. قال لي ازاي؟ قلت له جالي يوم من الايام مريض من عنده دكتور باطني بيكشف عشان عنده تورم في رجلين الاثنين. وطالما في تورم في الرجول بفكر في حاجه من ثلاثه، يا اما مشكله في كبد، يا اما مشكله في كلى، يا اما مشكله في قلب. تمام. فلما الدكتور الباطني كشف عليه وعمل السونار لقى الدنيا عنده كويسه جدا ومفيش اي مشكله بالسونار ولا بالكشف الظاهري. فبعته يعمل وظائف كلى وكبد، طلع وظائف الكبد كويسه وهو بالسونار ما كانش عنده مشكله. يبقى هو كبد ولا لا؟ يبقى مش كبد، استبعدنا القصه دي. لما عمل وظائف ايوه. الكلى لقينا في نوع عالي حاجه بسيطه، نوع من انواع وظائف الكلى. طب انا هنا ما عدتش عارف هي بسبب الكلى ولا في سبب اخر. فبنعمل بقى في الحته دي معادله اسمها بن على الكرياتينين ريشيو. يبقى بقوم قاسم اليوريا اللي طلع على 2 و14% تديني نسبه البن او البلاد يوريا نيتروجين، والنتيجه اللي تطلع بقسمها على الكريات اللي انا قايسه اصلا، وبتطلع لي النتيجه حاجه من ثلاثه، يا اما اقل من 10، يا اما من 10 ل 20، يا اما اكبر من 20. تمام. كل رقم من دول يدل على وجود مشكله في الكلى نفسها او قبل الكلى او بعد الكلى. فلما عملت المعادله دي طلعت النتيجه فين؟ طلعت النتيجه اكبر من 20. ده معناه زي ما انتم شايفين في الريفرنس تحت مشكله بري رينال، يعني مشكله قبل الكلى. يعني ايه قبل الكلى؟ يعني في حاجه خلت الدم يجي بنسبه كبيره للكلى فحمل عليها فوق طاقتها، فما بقتش قادره تنقي السموم اول باول زي العاده، ففي نسبه من نسب السموم رفعت شويه. خلاص. يبقى هنا المشكله قبل الكلى زي ايه؟ زي مشكله في الكبد او مشكله في القلب، لان دول المصدرين اللي بيودوا دم للكلى عشان يتغسل او يتنضف. طب الراجل اصلا عامل وظائف كبد وما فيهاش مشكله، وهو جاي من عنده دكتور كبد وجهاز هضمي وقال ان ما فيش مشكله، يبقى المشكله هنا فين؟ معايا؟ في الكلى. مش في الكلى بقى، احنا قلنا المشكله قبل مش الكلى في كبد او قلب، هو اللي علّى ايه؟ هو اللي لود دم زياده على الكلى فخلى الوظائف ترفع. فانا استبعدت هنا مشكله الكبد، يبقى المشكله فين؟ في القلب. في تمام. القلب. يبقى المشكله في القلب. طيب لما رجعت الدكتور كلمته في التليفون قلت له الحاله اللي انت بعتها عشان في تورم في الرجلين طلع وظائف الكبد كويسه، بالسونار في اي تليف او حاجه؟ فقال لي لا. قلت له حلو جدا، عندي اليوريا والكريات في نوع منهم طلع عالي شويه. قال لي بس يبقى مشكله كده نحوله لدكتور كده. قلت له طب ثواني بس يا باشا، انا دلوقتي عملت لك معادله اسمها بان على كريات تيشو عشان اعرف المشكله قبل الكلى ولا بعد الكلى ولا في الكلى نفسها، وطلعت اكبر من 20، وده دليل ان في مشكله قبل الكلى. وطالما الكبد سليم عايزك تقول لي الضغط كان طالع كام؟ قال لي طالع 140 على 90. طب هو اصلا الطبيعي لحد من يعني العالي ما يبقاش اكتر من 140 والقليل ما يبقاش اكتر من 90. فهو هنا على اخر الطبيعي، ده معناه ان هو ايه، على وشك حدوث خطر ما. فقال لي هو كان طالع يعتبر كويس لسنه، طالع 140 على 90. قلت له طيب هو كده في اخر النورمال صح؟ قال لي اه. قلت له يبقى نعمل له مثلا فحص تاني عشان نطمن على عضله القلب. قال لي ماشي، انا هبعته يعمل ايكو اللي هي اشعه للقلب ونشوف. لما راح عمل ايكو لقى عنده تضخم في عضله القلب في الناحيه الشمال، كان تضخم بسيط وكان دي بدايه مشكله، لو كان سكت عليها كان اصبح مريض ضغط ايه، مزمن. تمام. فلما تابع وظبط الدنيا عضله القلب اتحسنت ووظائف الكلى نزلت على طول. يبقى انت هنا ما تنخدعش ان وظائف الكلى عاليه وتقول هي في مشكله في الكلى وخلاص ويروح لدكتور كلى ويتابع، ولكن لازم يكون لك رول في التشخيص
لما تعرف معادله بسيطه زي دي مش هتكلفك جنيه، هي معادله حسابيه، انت اصلا عامل اليوريا والكريات. لما تعمل المعادله دي وتقول له دي مشكله قبل الكلى يا باشا، وروح شوف في عنده مشكله في الكبد ولا القلب وتنقذ هذا المريض، هتبقى مبسوط؟ اه طبعا هتبقى مبسوط. طيب لو بقت بقى النتيجه اقل من 10، ده معناه ان المشكله في الكلى نفسها، يبقى المشكله ايه؟ رينال كده بروبلم. ذات نفسها. طيب لو بقى طلعت النتيجه بتاع البنكريات ريشيو من 10 الى 20، ده معناه ان التحليل نورمال، ده لو كان الوظيفتين اصلا نورمال اليوريا والكريات، او ان في مشكله بوست رينال. ولو بوست رينال هتلاقي في حاجه فيهم عاليه، تمام، رغم ان النتيجه بتاع المعادله طالعه من 10 ل 20. يعني ايه بوست رينال؟ يعني في حاجه بعد الكلى سد مجرى البول، زي حصوه في الحالب، حصوه في المستقيم، او في التهابات في البروستاتا عامله يعني قفل جزئي لمجرى البول، تمام، ده طبعا في الرجال. خلاص، يبقى انت المهم لما يطلع النتيجه في اليوريا او الكريات مش الرقمين عاليين زي بعض، لازم تفكر المشكله رينال ولا بوست رينال ولا بري رينال، فتعرف المشكله منين؟ من المعادله بتاع البان على الكرياتينين ريشيو. دي حاجه مهمه ومش هتلاقيها في الكتب. خلاص، مفهوم الحته دي؟ تمام. تمام. تمام زي الفل. طيب في حاجه اسمها جي اف ار او جلوميرولار فلتريشن ريت. المفترض يا سيدي بيقول لك ان الكلى مشكلتها ان هي ممكن تضرب بنسبه 60 او 50%، والوظائف لسه طبيعيه وانت ما حسيتش بحاجه. امال تكتشفها امتى؟ لما تعمل تحليل زي الجي اف ار، او تعمل تحليل تاني مهم زي الايه؟ زي الزلال في البول. يعني احنا عندنا الكلى بتتكون من ملايين النفرونز، تمام، مصفى كتير جدا، عدد هائل من النفرونز بتقوم بوظيفه تنقية السموم من الدم. فعندنا ناس بتتولد بكليه واحده، وناس بتتبرع بكليه وتعيش بكليه واحده وبتبقى طبيعيه برضه. ده معناه ان انت لو عندك كليتين وفي 50% من الكليتين دول ضربوا، او في كليه واحده اتليفت، هتحس بحاجه؟ طبعا مش هتحس بحاجه، لان كليه واحده بتقوم بدور الاثنين. طيب تكتشف المشكله بدري ازاي؟ تعمل تحليل من اثنين، يا تعمل زلال في البول، لان النفرونز وقت ما تضرب بتوقع بروتين في البول على طول كمؤشر بدري جدا، او تعمل حاجه اسمها جي اف ار. الجي اف ار ده معادله حسابيه بتعملها لما تقيس مواد معينه، اشهرهم واللي احنا شغالين بيها الكرياتينين عادي خالص، بس بتدخله في معادله. المعادله دي بتعتمد على الوزن والطول والسن ونوع او الجنس بتاعك، يعني انت افريقي ولا مش افريقي، وهكذا، تمام، لان الكتله العضليه بتاع الافارقه بتكون اكتر شويه. وبتدخل الحسابات دي على المعادله وتطلع لك النتيجه، لو اكتر من 90% يبقى انت نورمال، لو تحت كده يبقى فيه مشكله. طيب اللي عايز اقوله هنا ان انت لو عندك مريض ضغط او سكر في البيت، لازم تتابع له وظائف الكلى بشكل دوري على الاقل كل 6 شهور. وافضل وظيفه من وظائف الكلى تعملها عشان تتاكد او تطمن ان السكر او الضغط ده ما ضربلكش الكلى بتاعتك بنسبه بسيطه، تعمل ايه؟ زلال في البول، او حاجه اسمها البيومين على كرياتينين ريشيو. يعني ما اعملش يوريا وكريات، لا، هيفضلوا طبيعيين لحد ما 50% من الكلى تضرب وانت مش حاسس، تمام. او ان انت تتابع بتحليل الجي اف ار، بس الافضل تتابع بالالبومين كرياتينين ريشيو. خلاص كده متفقين؟ واكيد يعني كلنا عندنا في بيتنا برضه حد عنده سكر او حد عنده ضغط، فلازم تبقى متاكد ان هو بيعمل وظائف كلى، واللي من اهمها الالبومين كرياتينين ريشيو او قياس الزلال في البول. طيب هنا كيس استادي قدامنا اهو، عندنا دي تحاليل للحاجه امال، وزي ما انتم شايفين الاسم متسجل ثلاثي والسن متسجل والجندر، ومتحول من عنده دكتور مين هو اللي محول نفسه، فخلاص كاتبين هيرسل، وكاتبين تاريخ دخول العينه وتاريخ طباعه العينه، ودي حاجه مهمه برضه. طيب التحاليل قدامك ايه؟ عباره عن كرياتينين ودي من وظائف الكلى، واليوريك اسيد وده النقرس يعتبر من وظائف الكلى بس بيتطلب لوحده، وعندنا اليوريا، وعندنا البن والبنكرياتينين ريشيو والجي اف او. ناخدهم واحده واحده. الكرياتينين طالع طبيعي 75%، والطبيعي لحد 1.1. اليوريك اسيد طبيعي طالع 4، وهو الطبيعي لحد 6.8. طب اليوريا هنا ايه؟ عاليه شويه، طبيعي ما تعديش 45، طالعه 50. طب هي مش عاليه قوي، ما ترجعها للطبيعي؟ لا، ما رجعهاش، انا اروح اعمل المعادله اللي انا حكيت لك عليها عشان الست دي ممكن يكون عندها مشكله، فنلحق المشكله دي. لما عملنا البن لقيناها عاليه شويه، البنكريات ريشيو طلعت اكتر من 20، ده معناه ان عندها مشكله ايه؟ بري رينال، تمام. يبقى ده عندها تمام. مشكله فين؟ بري رينال، او مشكله قبل الكلى،
فلما راجعنا الهيستوري بتاعها لقيناها بتاخد علاج للضغط، فكده معناه ان الضغط بتاعها مش مظبوط، عامل لود على الكلى خلى الكلى ترفع اليوريا عن الطبيعي، فهنا لازم تعدل الدواء بتاعها علشان ما تعملش او تقلل الاحتقان اللي حاصل على الكلى. خلاص. طب لو كانت بقى، او لو كنت عملت زي غيري ورجعت ال 50 دي ل 45 وما حطيتش لبان ولا بنكريات، الدكتور كان هيحس بحاجه؟ مش هيحس بحاجه، اقول لك ده طبيعي يا باشا وزي الفل والكلى 100 100. خلاص. يبقى الحاجات دي كلها ايه مهمه جدا، ودي نفس الجهازين اللي حكينا عليهم في السيشن اللي فات، وبس كده. حد استفاد من وظائف الكلى؟ اه طيب ايوه الحمد صح. لله الحمد لله. حد منكم نام طيب ولا صحيح؟ لا صحيح. تمام مع حضرتك. شكرا جدا طيب الحمد لحضرتك لله، والله. ربنا يبارك فيك. انا دلوقتي هفتح المجال للاسئله، فممكن نتناقش في الثلاث محاضرات اللي فاتوا دول قبل ما نختم، والشباب بقى ياخدوا المايك ويكملوا هم. فقولوا لي اللي عنده سؤال يقول. ممكن يا الدكتور دكتور تعلم تاني في الايه؟ اللي هي المعادلة اللي دكتور، هي بنعملها المحاضرة بتاع بعد. امبارح متسجلة؟ ما الشباب بيسجلوا المحاضره أهو. طيب المعادله لا، ممكن الثانيه، محاضرة بس امبارح. الدكتور تعلم. محاضره امبارح هو اللي على التليجرام اترفعت خلاص، الشباب رفعوها. اللي كانت على جوجل ميت طيب أنا كنت اتسجلت بس موجودة ما في كانش فيها الجروب صوت. وخرجت فجأة، فأنا ممكن أرجع إزاي تاني؟ طيب الشباب هيبلغوكوا على الجروب بالطريقه ان شاء الله، مفيش مشكله. تمام. كده كده انا هيرفعوا ممكن لكم طيب الدكتور ممكن تعلم. تبعت الجروب على لينك الجروب على الواتساب؟ هم يا دكتور تنصحنا بمعامل أي معامل ننزل نتدرب فيها؟ طب بالنسبه للمحاضرات بترفع على التليجرام، بالنسبه للمعامل انا طبعا مش من الفيوم فمش عارف. هي الفكره ان اي يعني معمل متاح حضرتك تتدرب منين؟ فيه. حضرتك منين؟ انا كفر الشيخ اصلا. لا باين مش القاهرة حتى. مم. انا ليا كده كده معامل في امبابه في الجيزه، بس اساسي في كفر الشيخ، ليا هنا 7 فروع في كفر الشيخ. تمام. طيب لو في اسئله في المحاضره اقوله دكتور، عشان طب اقول لكم احنا حضرتك هنتعلم ترجح لنا ان احنا المجال ننزل ازاي. تدريب فين؟ الايه؟ حضرتك ترجح لنا اكتر ان احنا ننزل معامل خاصة ولا مستشفيات عامة؟ طيب خلينا بقى نتكلم، طالما الأسئلة كلها إزاي نتعلم ونتدرب فين والكلام ده، خلينا نحكي في الجزء ده بشكل إيه كامل عشان يا تبقوا دكتور عارفين الدنيا طب هتمشي إزاي، مفيش مشكلة. معلش عندي سؤال مهم. في جهاز الكيمياء. تمام اتفضل. جهاز الكيمياء تحليل معينة بتتعمل عليها ولا معظم التحاليل، يعني معظم التحاليل بتتعمل على جهاز الكيمياء ولا ايه؟ بص أنت فاكر البان اللي أنا ذكرتها امبارح لازم تبقى عارفها وتتعلمها وهكذا. تحاليل الكيمياء اللي أنا حكيت فيها كلها، الليفر فانكشن والكدني فانكشن والليبيد والسكر، دي بتتعمل على جهاز الكيمياء عادي، السيم اوتوميشن والاوتوميشن الاثنين. اه تمام. طب الجهاز الكيمياء استعماله نفسه ده بنعرفه بعدين ولا الطبيعي يعني ان حضرتك ما ذكرتش حاجة عنه؟ لا، ما انا ما اتكلمتش في العملي لان اولا الوقت ضيق، ثانيا مش عارف اعرض لكم الفيديوز قوي، يعني لو كان معانا مساحه من الوقت كنت انا اصلا عرضتها لكم كحاجه عملي في صوره الدم وفي الكيمياء كمان عشان تبقوا خدتوا فكره. ولكن الموضوع محتاج ممارسه برضو. تمام. فخلينا نتكلم على تفاصيل هنتعلم المجال ازاي، طالما انتوا كده عندكم شغف وبتسالوا في النقطه دي دكتور فنتكلم لو فيها. سمحت عايزة اتفضل. أسأل على سؤال في التيوبات اللي تمام. حضرتك شرحتها في الأول. مهم. التيوب اللي كان لونها رصاصي حضرتك قلت إن احنا بنعمل فيها التحليل تقريبا بتاع السكر. تمام. كنت بعمل فيها التحليل عشان لو مش هشتغل عليه على طول. تمام. وحضرتك قلت إن النسبة بتاع السكر بتقل. طب هي ليه أصلا بتقل؟ يعني ليه لو أنا سبته النسبة بتقل؟ قال طيب عشان العضيات بتاخد السكر. مفترض السكر ده هو مصدر الطاقة الأساسي في الجسم كله، مظبوط، لكل الخلايا. من ضمن الخلايا دي هي خلايا الدم، الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والصفائح والكلام ده. تمام. طيب لما أنا ما افصلش السيرم عن الخلايا بيحصل إيه؟ الخلايا عايزة طاقة عشان تفضل عايشة، فبتستهلك السكر اللي معاها في نفس التيوب، هي مش عارفة هي جوه الجسم ولا بره الجسم، فهي عايشة عشان تستهلك الطاقة وبس. تمام. طيب إيه اللي بيوقف دكتور لو التفاعل أو سمحت. الاستهلاك ده؟ هو الفلورايد. تمام كده؟ دكتور نعم. اتفضلي. دكتور معاك. لو سمحت حضرتك، ساعة ما قلت التيوب الموف احنا بنستخدم فيها سحب الدم ساعة ما بناخد صورة الدم الكاملة. مم. تيوب الموف لصورة الدم طيب الكاملة حضرتك ساعة ما جمعت التيوب اللبني برضو اللي هي فيها أقل من الموجود فيها اللي هو الصوديوم ستريت في التيوب تمام. السوداء.
تمام. نص الكمية. طيب احنا لا، هي ما كانتش نفس الكمية، كانت الصوديوم نص ستريت أقل في الكمية. التيوب نص اللبني أكتر من الكمية. الصودا، صح؟ نص نص. التيوب السوداء اكتر من اللبني، يعني اللبني نص السمره. تمام. هتبقى يعني يعني هي اللبني الدبل بيكون ولا فيها 100 نسبة غير مايكرون، محددة؟ السمره بيكون فيها 200 مثلا. اه يعني هي الصودا بتبقى الدبل بتاع اللبني. تمام. طيب تمام. تمام. دكتور دكتور معلش، سؤال اتفضل. معلش تاني في جهاز الكيمياء. اتفضل. هو جهاز الكيمياء لو اخطأنا في اي نسبة، طبعا جهاز الكيمياء بيبقى متبرمج، فلو اخطأنا في اي مثلا خطوة، نسينا مثلا نغسل الجهاز، ايوه. لو عملنا مثلا تحاليل معينة نسينا نغسل الجهاز وعملنا بعدها تحاليل مختلفة، تمام. طبعا ده بيأثر. طبعا بيأثر، ده ه- يعتبر اناليتيكال ايرور. مش احنا قلنا في بري اناليتيكال واناليتيكال وبوست اناليتيكال؟ ده يعتبر اه يمثل اه 10% من الاخطاء بقى، اللي هو بسببك تمام. انت. تمام. طب معلش، لو مثلا انت بتدخل محلول في جهاز الكيمياء، بس جهاز الكيمياء ما عرفش يسحب نسبة كمية يعني كويسة من المحلول، فبيطلع نتيجة خاطئة. لو ما سحبش الكميه كامله، بيطلع نسبة خاطئة طبعا، لأن بتبقى القراية مختلفة. بدل ما يقرا مثلا ويف لينس 400 مايكرون، هو قرا 200 بس. ففي جزء من الضوء عدى على المحلول وقراه، وفي جزء عدى في الهواء، فيقرا لك النتيجة أقل. تمام. فأنت لازم تبقى اه بتراقب بعينك كل حاجة، كل حاجة تراقبها بعينك عشان تعرف الجهاز سحب الكمية المظبوطة ولا لا. طب هل في البداية جهاز الكيمياء ما ناخدش فيه شوية، نركز في الحاجات اللي هي مثلا زي اليورين، زي CBC، زي مثلا طيب تحضير أنا قلت امبارح عندك 3 وحدات لازم تتعلمهم، صح كده، عشان تشتغل. اه اول اليورين حاجه والستول. اول حاجه هي اليورين والستول، اللي هي البارا يعني، ومعاهم السيمن. تاني حاجه الكيمياء، وكده كده CBC اتعلموا على الجهاز. انت هو اصلا حاجه سهله، بتقلب تحط العينه تتك على الزرار يطلع لك النتيجه، ده CBC. ايوه تمام. طب السيوله لا، في مانيوال وفي اوتوميشن، لازم تتعلم الاثنين. تمام كده. تمام. فعلى حسب المرحله اللي انت وصلت لها. بس اول حاجه تتعلمها ايه؟ اول حاجه تتعلمها هي البارا، دي ما فيهاش فصال. دور. طبعا. شغل الكيمياء شغل محدود، هو عباره عن 10 حاجات بتعملهم كل يوم: يوريا، كريات، LT، ST، البيومين، بيليروبين، كوليسترول، تراي، جلوكوز، يوريك اسيد. تمام. هم حوالي 10 حاجات، فالموضوع مش صعب خالص. تمام كده. تمام. تمام يا دكتور. تمام. حد ممكن عنده يا اسئله دكتور في الجزء المحاضره؟ بتاع تمام. المعادلة اللي في الآخر اللي هي البند؟ البان ماشي. انا دلوقتي طلعت على الجهاز الكريات وطلعت اليوريا. عشان احسب البان، باخد اليوريا اقسمها على 2 و14% تديني البان. سهله اهي. يبقى اليوريا مثلا لو طالعه 40، قسمتها على 2 و14%، فطلعت لي مثلا 19 او 18. يبقى انا كده خلصت البان. اشمعنى الرقم ده يعني نفس الايه؟ دي نسبه النيتروجين المرتبطه بمركب اليوريا، دي نسبتها كده، فانت بتقسم عشان تطلعها. مم. تمام. تمام. يبقى هما عشان تطلع لما جم اليوريا قاسوا على طول. ايه. انت بتقسم اليوريا على الرقم ده عشان احنا قلنا ان اليوريا لوحديها بتكون رقم عالي، لما تكون مرتبطة بالنيتروجين بيكون الرقم اقل، فكل ما النسبة تكون اقل كل ما هي تكون احسن، فاحنا بنقسمها على النيتروجين عشان نطلع لي اليوريا صافي. ايوه تمام كده. يبقى انا بقسمها على 2 و14% عشان اعرف نسبه النيتروجين المرتبطه باليوريا بس، اللي هي تعتبر رقم اقل من المركب اليوريا كله، فبيديني مؤشر احسن عن صحه الجسم. تمام. وانا دايما، او الدكتور دايما، لما يجي يختار بين اليوريا والكريات بيختار الكريات، لان الكريات لحد 1.4 فاي خلل في الجسم بيبان فيه بيبان فيه الكريات على طول. تمام. سهله. تمام. تمام. شكرا. طيب. خلونا دلوقتي نستعين بالله ونقول لكم ايه قصه او ازاي تتعلم تحاليل، عشان بس ما تتوهوش. دلوقتي احنا قلنا مم. عندنا شقين: جزء نظري وجزء عملي. والمعضله دايما ابدا نظري الاول ولا عملي الاول، وابدا بدري ولا استنى لما اخلص. مش دي الاسئله في الغالب؟ طيب اه القاعده الاولى: ابدا بدري ولا لما اخلص؟ لا، ابدا بدري طالما انت تقدر تعمل ده وتوفق بين التدريب وبين دراستك، حتى لو هتبدا في الاجازه. مش لازم يا عم تنزل تدريب في الدراسه خالص. تمام. طيب ليه؟ لأن كل ما عرفت حاجات بدري ده بيزود شغفك وحبك للمجال، لأن أنت شفت أرض الواقع عبارة عن إيه،
وكمان هيفيدك في الدراسه، لان انت هتلاقي يعني حاجات حتى على الاقل في العملي بتاعك في الكليه انت هتكون اشتغلتها وهتكون سهله بالنسبه لك. تمام كده. يبقى اي فرصه تجيلك سواء في معمل جنبك، معمل بعيد، حاجه اونلاين، لازم تستفيد بيها طالما ده مش هيأثر على الاساس اللي مطلوب منك وهي الدراسه. وفعلا مش هتأثر، بالعكس ده هيديك باور كويس جدا عشان تقدر تكمل. خلاص. طيب اتعلم نظري الاول ولا عملي الاول؟ عايز اقول ان انت لازم تتعلم الاتنين مع بعض عشان حاجتين. اولا عشان يكون ذهنك دايما مرتبط بالواقع وبالحالات اللي بتيجي في المعمل. ثانيا عشان المعلومه تثبت. خلاص. يبقى انت لو شفت حاجه عملي وقمت قاري عليها النظري وبعدين شفتها تاني، المعلومه ثبتت في دماغك بشكل غريب. لكن لو انت قعدت تقرا في كتب وقعدت اجيب لك PDF وقعدت تعمل ملخصات و... وتقرا وتحفظ، ايوه، وبعدين لما تعرف كميات كتير من المعلومات وهاجي اقول لك تعالى يلا نشتغل الكريات، هتبقى تايه وانا الكريات ده كان بيعمل ايه. لكن لو جينا يا النهارده دكتور في اتفضلي. اعتذر على قطعت حضرتك الاول. اتفضل. بس هو انا لو دخلت اي معمل وهو اي حد يعني في المعمل بدأ يدرب، اعرف ازاي ان هو ماشي معايا يعني طريق صح، ولا ان هو مثلا مش يعني حاجات بسيطة على الجنب؟ تمام، انت يعني هتعرفي اعرف ده. انت مش هتعرفي ده الا رمز لو كان الحاجات. عندك، المعلومه مظبوط كده. فعشان كده احنا بنحاول ايه في اي سيشن او في اي ايفنت مثلا او اي منح بنعملها، بحاول اديكم معلومات كتير 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 واتك عليكم شويه عشان تبقوا عارفين ايه، ان في تفاصيل جوه مش اي حد بيقولها. ولو لقيت التعليم او التدريب سطحي قوي، يبقى الموضوع او المكان ده مش مكانك. انت يا دوب بتاخد فايده كده بسيطه وتبقى عارف ان دي مش دي النهايه، دي حاجه بس ايه، يعني فتح نفس كده عشان تبدا تتعلم احسن. فانا دايما بقول لكم ان في معلومات طبيه اللي مش بيسألها لكم مع العملي يبقى هو رجل سطحي او حد مش عارف المعلومه قوي وبيديكوا قشور. فماشي، استفيد منه على قد علمه وكتر خيره ان هو بيساعدني، بس مش دي نهايه المطاف، ولكن محتاجين ان احنا نكمل اكتر من كده. تمام. يبقى ده الهدف اصلا من تمام. الايفنت او اي حاجه احنا بنعملها. مش بشرح لك يومين ولا 3 ولا 4 عشان بعدها تكون دكتور تحليل، ولكن عشان تبقى عارف هتتعلم ايه. تتعلم كلينيكال وتتعلم عملي. تمام، لازم الاثنين مع بعض. خلاص. ممكن حضرتك تبعت الملفات دي اللي اتشرحت النهارده؟ حاضر ابعتها لكم على التليجرام، حاضر ان شاء الله، مفيش مشكله، او على الواتس حتى، شكرا. مش هتفرق. انا بعت عموما بتوع امبارح يعني، لو انا فاكر صح، لو في حاجه ناقصه برضه بلغوني. خلاص. طيب احنا كطلبه وفي مقتبل العمر وعندنا شغف نتعلم ومش لاقيين مكان ثقه نتعلم فيه، او لو نزلنا مش عارفين هو ده حل صح ولا غلط، ولا انا بتعلم كويس ولا مش بتعلم كويس. النهارده حاولنا نشير معاكم شويه معلومات عشان تبقوا عارفين جزء من الحقيقه، لكن دي مش الحقيقه الكامله، فانتوا عارف كويس ان انتوا محتاجين تاني. ففي الظروف دي احنا بنقول الاتي، احنا بنساعد الناس باكتر من طريقه. الايفنتات اللي بنعملها من وقت للتاني بتبقى برضو عباره عن تفتيح دماغ وتفتيح كلام وزي اشارات كده لما يجب ان نفعله في المستقبل. طب اللي عايز يكمل بنقدم له حاجه مختلفه. ايه هي الحاجه المختلفه؟ انا عشان معظم اللي بيتدربوا معايا طلبه او ناس متخرجين من زمان ومسؤولين من بيت واسره، او عندهم شغل ومش فاضيين ينزلوا المعمل كل يوم، او ان انا اقعد معاهم 3 4 اسابيع اشرح لهم، انا اصلا ما عنديش وقت. قررنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه وهي التعلم اونلاين زي ما احنا قاعدين دلوقتي وبندرس. فعملت حاجه اسمها لاب جيرني. لاب جيرني هو برنامج تعليم للتحاليل الطبيه من الصفر لحد الاحتراف، بمعنى ان انت تقدر بعده تشتغل وتقدر بعده تفتح معمل ان شاء الله. ومده الكورس ده او مده الرحله دي 6 اسابيع بس. طبعا ده بعد تغييرات كتير كنا عاملينهم في 3 شهور، بعد كده قللنا المده وغيرنا في الداتا وعملنا نظام متابعه قوي عشان تبقى متحمس طول الوقت، تقدر تخلص المحتوى ده وفي الاخر تقدر تكون ان انت تقدم على شغل وتشتغل، يعني يكون لك فرصه حقيقيه ان انت يبقى لك عائد ثابت. تمام. طيب لاب جيرني ده عباره عن ايه؟ هو ويب سايت بسيط خالص، استخدامه سهل، مكون من آه يعني ايه، عباره عن داتا كده 6 اسابيع. تمام. كل اسبوع فيه من 3 إلى 6 حلقات، كل حلقه بيبقى مدتها من نص ساعه لساعه. جميل، بس مش اكتر من كده. طيب الهدف ايه من لاب جيرني؟ الهدف من لاب جيرني ان انت مثلا طالب مش فاضي، انت طالب دلوقتي ما عندكش وقت تيجي المعمل، ما عندكش معامل ثقه قريبه منك تعلمك، بتنزل المعمل بتلاقي ان في طريقه عشوائيه للتعلم لان انا قاعد اهو، فلما تجي لي روشته بقوم اشتغلها على حسب التحليل اللي جاي لي، مش بشرح لك بشكل منهجي. فانت بتحس بكذا احساس. اولا ان انت مش عارف هتبدا منين وتنتهي فين، انت تايه طول الوقت.
تاني حاجه المعلومات تبدو انها معقده عشان بدخل في الموضوع على طول، انا بلاقي نفسي واقف على الجهاز وبعمل خطوات كتير ومش لاحق استوعب الكلام، فاحيانا بيوصلني الاحباط، واحيانا لو انا مركز ولقيت عندي وقت طويل ان أنا افضل في المعمل بعد ما بخلص تدريب مثلا قعدت شهر شهرين وبرجع دراستي بلاقي ان انا نسيت كل حاجه وبرضه مش عارف انا اتعلمت كل حاجه ولا لا. فعشان توصل للخلطه السحريه اللي توصلك ان انت تقدر تشتغل وتجيب فلوس ثابته كل شهر، عملنا لك منهج كامل ده بناء على طلب الناس اللي بيتدربوا معانا. كنا عملنا الايفنت ده اوف لاين وقعدنا فيه 6 اسابيع 3 اسابيع قصدي، اتعلمنا فيه حاجات نظري واشتغلنا بايدينا والدنيا تمام وخدنا شهادات وتصورنا واتبسطنا. بس حصلت كوارث بعدها. ليه؟ في الاجازه اللي بعدها لقيت معظم الناس بيكلمونا عشان ياخدوا كورس تاني، فبحسهم عايزين حاجه ادفانسد. قالوا لا احنا عايزين نعيد الكورس تاني لان احنا لما رجعنا الدراسه نسينا اللي احنا خدناه. طب ما انتوا معاكم PDF، ما هو البي دي اف ما فيهوش كل حاجه، انت برضو ايه لما تشرح لنا غير لما نقرا من الPDF. تمام. فقلت لهم بصراحه انا مش هديكم الكورس ده تاني، انا اولا ما عنديش وقت، ثانيا مش الهدف ان انت تيجي كل مره تاخد نفس المحتوى وتدفع فلوس، مش دي الفكره. فلجأت للطريقه الاخرى وهي ان يكون البرنامج ده موجود اونلاين ومسجل ومدته مش طويله، وفي نفس الوقت انا عامل نظام متابعه يومي واسبوعي عشان انت ما تكسلش ان انت تذاكر المحتوى ده. تمام. فلاب جيرني عباره عن 6 اسابيع بتمر ب3 مراحل. المرحلة الأولى بنعرفك مدى أهمية المجال وإزاي تتعلمه بطريقة صحيحة وإزاي تستفيد من لاب جيرني دلوقتي وإزاي تطور نفسك بعدين بعد ما تخلصه، لأن الطب دايما مجال ديناميكي ومتجدد وفي جديد كل يوم. لازم تبقى عارف الطرق اللي أنت تتابع بيها التحديات والتجديدات اللي موجودة في المجال وإلا هتتاكل. تمام. فبحط لك خطة حالية وخطة مستقبلية للتطور. بعد كده بندخل المعمل نتعلم مراحل التحاليل ونتعلم السحب. بعد كده نتعلم كل اقسام التحاليل اللي احنا شرحناها وازيد من باراسيتولوجي وكيمستري واميونولوجي وهيماتولوجي وخلافه، وجزء كده اسمه كومون تيست فيه التحاليل المشهوره زي فيتامين د وزي الاتش بايلوري اللي هو ميكروب المعده والاوكالت بلاد والكالبروتكتين والكلام ده كله. يبقى انا بجمع لك كل التحاليل تقريبا بنسبه 98% اللي انت بتشوفها في المعمل، بشرح لك فيها المعلومات الطبيه والنظريه، وكل جزء نظري بشرحه بيبقى معاه فيديو عملي واضح خالص كانك واقف على الجهاز بنفسك، بعلمك عليه من اول البرمجه، من اول الدروبات اللي بتحصل، الاخطاء العشوائيه اللي بتحصل وانت ما بتاخدش بالك منها تكتشفها ازاي. كل ده بتحضره كانك واقف في المعمل بالظبط. ليه عملت كده؟ لان الشباب لما كانوا بيقفوا معايا في المعمل واقعد اشرح لهم وهم واقفين كانوا بيتعبوا جدا. كنا بنقعد ساعه وساعتين نشرح، اول ما يجوا يشتغلوا عملي بيبقوا هم زهقوا مني وانا زهقت منهم فنكروت العمل ويمشوا. ليه؟ الشاشه اصلا بتاعت الجهاز بتبقى صغيره، فلو واقف 3 بس قدامي مش بيبقوا شايفين كويس. تمام. لكن انت قاعد في بيتك، الحلقه مسجله، تسمع بالليل، تسمع الصبح، تسمع العصر، في المواصلات، في الوقت اللي انت تختاره. لو زهقت مني بتوقف الفيديو وبعد كده ترجع تسمعه لما تبقى فايق. لو ما فهمتش الحته دي بترجع الفيديو شويه وترجع تسمع تاني. لما بتنزل شغل وده حصل كتير بترجع لفيديوهات تبص عليها في الجزء العملي او الجزء النظري عشان في كيس قابلتك وانت عارف ان انا شرحتها لك قبل كده وبترجع تدعي لي. تمام. بعد مستقبلا ما تشتغل 6 شهور في معمل او سنه وفتحت معملك الخاص زي ما حصل مع كتير من الناس اللي خدوا لاب جيرني، بترجع برضو تكلمني وتدعي لي ان الحاجه دي مسجله وان انت رجعت للكيس الفلانيه اللي شرحناها في السيشن الفلاني عشان قابلتك النهارده في المعمل وقدرت تشخصها بنفس الطريقه وانت مبسوط ومنبهر بنفسك. فالحاجات دي كلها طلعت نتاج ايه؟ تعب سنين ادى الى وجود هذا المحتوى. في اخر بقى الاسبوع السادس بقول لك ازاي مستقبلا تقدر تفتح معملك الخاص. ليه؟ انا في بدايه حياتي اول ما دخلت المجال زغل العيني كده ناس اكبر مني قالوا لي احنا بنفتح معمل في المكان الفلاني، ايه رايك تدخل معانا شيرر وتتعلم بقى وتدخل السوق من بدري؟ انا فرحت طبعا. كنت ايامها بشتغل شغل طوارئ لان انا كده كده طبيب بشري، فكنت بنزل مراكز طبيه في طوارئ، بشتغل طوارئ 24 ساعه وكده. فبدات ازود الشفتات واجمع فلوس واعمل لحد ما دفعت. كان ايامها السهم بتاعي ب 30,000 مثلا، ده كان رقم خرافي لان كان مرتبي اصلا عباره عن 1200. تمام. جمعت المبلغ، الكلام ده كان في 2016 مثلا، ودخلت معاهم. بس في الاخر عدى سنه او سنه ونص وقفلنا بعد ما خسرنا فلوس كتير والدنيا باظت، لان هم كانوا شطار في الشغل بس ما كانوش يعرفوا حاجه في البيزنس، كانوا جداد. فبالتالي اكتشفت انهم مش بيعملوا حاجه، لا بيدخلوا الدكاتره ولا بيعملوا دعايه ولا وانا ما كنتش اعرف حاجات من دي. بدات اسال وادور وبدات انا اللي اعمل كده لحد ما بقى الدخل بدل ما هو بالماينس بقى بالموجب، وبقى بيعمل ايه؟ بيغطي مصاريف اللي هي كانت ايامها حوالي 7 8000 لانه كان في مكان حيوي فعلا. طيب لما انا اجيب 7 8000 من بعد ما كنت انا بدفعهم من جيبي، ده معناه ان انا كويس، انا اخدت خطوه كويسه، استفدت من التجربه بس فضيت الشراكه
وبدات اتعلم وحطيت قواعد امشي عليها عشان يوم ما اجي افتح في الغالب ان شاء الله مش هخسر. طبعا الخساره مش مضمونه، او عدم الخساره قصدي مش مضمونه بنسبه 100%، بس انت بتحط عوامل النجاح على قد ما تقدر. ده الحمد لله وصلني من 2019 لحد النهارده ان يكون معايا 10 فروع. تمام. طب هل في الفتره بتاعه ال10 فروع دول ما قفلتش ولا فرع؟ لا، حقيقه قفلت فرعين، بس فرعين قفلتهم وانا مش خسران قوي. انا ببقى عامل معادله كده عشان ما يبقاش في خساره، وتقفل في وقت قياسي لو انت لقيت الدنيا مش مناسبه معاك. تمام. الحاجات دي كلها اعلمها لك في الاسبوع ده، واقول لك ايه الترخيص المطلوبه منك، ازاي تختار المعمل كبزنس في موقع كويس ويكون ناجح، ازاي تتفادى المشاكل اللي هتحصل لك سواء من المنافسين او من الدكاتره اللي بيوجهوا بيديلوا، وبقول لك ازاي تقرا السوق الاول قبل ما تفتح عشان ما تتفاجئش. يعني في انواع عملاء كتير مختلفين، في ناس بتيجي بالدعايه على السوشيال، في ناس توزع ورق في الشارع وتوزع او تمشي توك توك يقول يا ناس في عروض كذا كذا، وفي مناطق ما ينفعش تفتح فيها الا لو عملت ديل مع دكتور تديله نسبه بشكل كده واضح. تمام. فلو انت من الناس اللي هتقبل ده وهتعرف تعمل ده افتح. لو انت مش من الناس دي فما تفتحش وتقول انا شريف وبعد شهرين 3 4 تقفل وانت مديون. تمام. فانت لازم تبقى حاسب المخاطر دي قبل ما تفتح. كمان بقول لك تجهز المعمل بكام كفلوس. والناس اللي فتحت معمل بعد لاب جيرني كلموني وكلمت لهم الشركات سواء اشتروا جديد او يوزد حاجات كسر زيرو عشان نوفر، بدل الجهاز ما يبقى ب 70 80 نجيبه ب 40 مثلا او ب 42، حاجات كتير كده كويسه. ساعدتهم لحد ما فرشوا المعمل بتاعهم وفتحوا بالسلامه وحضرت افتتاحهم كمان. وفي ناس مر عليهم اكتر من سنه من افتتاح المعمل والحمد لله الدنيا ماشيه زي الفل. تمام. فانا دلوقتي اديتك البدايات والقواعد اللي هتمشي عليها، علمتك الاخطاء اللي ممكن تحصل معاك، علمتك الشغل جوه المعمل، وفي الاخر قلت لك مستقبلا ممكن تفتح معمل ازاي، وكمان وقت ما تيجي تفتح هساعدك في ده ان شاء الله. طيب لاب جيرني ده متاح متاح اونلاين زي ما انا قلت. تمام. نظام المتابعه فيه حاجتين زي ما انا قلت كده، يوميا على الواتساب بيكون جروب خاص بيك تقدر تسال فيه كل اللي انت عايزه، حتى لو سؤال سطحي بالنسبه لك مش هتتكسف من ده، لان مفيش حد من المتدربين غيرك عليه، غير الجروب العام اللي عليه المتدربين ده عشان الكيسز اللي بننزلها من المعامل بتاعتنا وهكذا. الحاجه التانيه ان كل اسبوع بنطلع مع بعض لايف سيشن، وده بيبقى موجود كل يوم اربع. يعني انا عندي لايف بكره بنتناقش فيه ذاكرنا ايه الاسبوع اللي فات، وايه الحاجات اللي انت مش فاهمها وما قدرتش تفهمها من المحادثه على الواتساب، فنتناقش فيها كده فيس تو فيس. وكمان بتسمع المناقشات بتاع زمايلك المشتركين في نفس الوقت، علشان لو عندهم اي اسئله انت ما خدتش بالك منها انت بتستفيد بالمناقشه دي برضه. وعايز اقول لك ان من اخر المتدربين اللي فرحوني الدكتوره ماريا، كانت معانا مشت لحد الاسبوع الخامس، ظهر قدامها فرصه شغل في معامل الحكمه اللي في القاهره، ما اعرفش حد منكم عارفها ولا لا، بس هي سلسله معامل مشهوره يعني بدات من 2020 كده، وكانت نازله بتقولها وعامله شغل جبار يعني. فرص شغل تعيين لفريش جراديويت وكده. اروح اقدم؟ قلت لها اروح اقدمي بس انا لسه ما خلصتش ولا نزلت عملي. لو اروح اقدمي عشان تستفيدي من الاسئله بتاع الانترفيو حتى لو ما اتقابلتيش، فانت خدت خبره مش هنخسر فيها حاجه. راحت وقعدت وهي متوتره وتمام، بدا يسالها بدات تجاوب، لا عندها معلومات قويه، معلومات كلينيكال، فاهمه الدروبات او التركات اللي بتحصل في التحاليل حتى لو نظري. الراجل انبهر. انت اتدربت فين قبل كده؟ قالت له والله لسه ما اتدربتش بس انا باخد كورس حاليا اونلاين ولسه ما نزلتش تدريب. قال لها مع مين وهو منين من اي محافظه، وقعد يسال وقال لها بص من الاخر انت اتقابلتي معانا رغم الاعداد اللي قاعده بره دي كلها انت مقبوله، بس هنزلك شهر تدريب عشان تهضمي العملي وبعد كده تتثبتي، والحمد لله اتثبتت وبقت زي الفل. تمام. دي ظهر قدامها فرصه وكانت بتجرب بس فتعينت لان عندها معلومات قويه. فانت هنا في المجال لو ما كنتش قوي مش هتكون من ال10% المميزين اللي اصحاب المعامل بتدور عليهم. ليه؟ السوق مليان خريجين علوم وزراعه وبيطري وصيدله، واللي مالوش شغلانه بيفتح معاه. تمام. بس الجميل في الموضوع ان ده غثاء كغثاء السيل. مين اللي هيكون مميز؟ اللي يتعلم كويس. خلاص. فالفكره اتعلم فين ومع مين؟ مع حد يديك الفايده كامله. خلاص انت ما عندكش وقت تقدر بالليل بدل ما بتسكرول على الفيسبوك لمده ساعه وساعتين، انا عايزك في اليوم نص ساعه بس هتحصل على فايده انت عندك شغف تتعلمها، وعلى مدار 6 اسابيع هتخلص وانا بتابعك، وبعد ما بتخلص هيبقى عندك شهادات معتمده تقدر تقدم بيها، هيبقى معاك قاعده علميه قويه، هيبقى معاك داتا حتى لو ما اشتغلتش على طول واجلت الشغل كمان سنه سنتين الداتا معاك، مش هتضطر تدفع فلوس في كورسات اخرى لانك اوريدي معاك معلومات قويه جدا تقدر تسترجعها في اي وقت. خلاص. يبقى دي طريقه المساعده اللي احنا بنقدمها. وطبعا اي حد هيشترك من الجروب ده كده كده بيبقى له اوفر قوي، لان انا عارف ان انتوا كده كده طلبه ولسه
في بداية العمر يعني، حتى وإن كان المحتوى بتاعي غالي شوية، ولكن هو عشان بيقدم قيمة حقيقية، بس أنا هديلكوا أوفر كويس خالص إن شاء الله. فاللي مهتم يبقى يتواصل معايا أو مع الدكتور محمود، مفيش مشكلة، أو مع الشباب، وربنا يقدر اللي فيه الخير. طيب بعد الكلام ده كله، لو في معمل بقى جنبي ومتاح إن أنا أنزل فيه، ما انزلش؟ لا، انزل طبعا، انزل وما تفوتش أي فرصة. حتى لو الشخص ده اللي بيدربك بيديك معلومات سطحية، انزل انزل وتعلم. تمام، ده مش عيب، اي حد يديك معلومه استفيد منه لحد ما تقف على رجليك. خلاص، انا كده تقريبا خلصت، فلو حد عنده استفسارات تمام، والشباب يكملوا بعد ان شاء الله. لا تمام، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. عفوا، شكرا جزيلا. ماشي، انا اتشرفت بيكم، وفرصه سعيده، وان شاء الله نتقابل في مرات قادمه، والسلام عليكم. عليكم السلام.